مساء الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل عجة من المخ حصريا ولاول مره. وصفه حلوه قوي، ممكن تقدروا تاكلوها بعيش برده كده، تبقى حلوه قوي قوي. ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. اول حاجه هنكشش المخ. لعمل المخ التكشيش بتاعه هيبقى عباره عن ميه سخنه او مغليه، وهننزل بيها بالمخ سواء الوجبه اللي انت هتعمليها قد ايه. طبعا انا مش هعمل المخ كله، انا هاخد بس نصه. هننزل بقى باي منكهات عندنا. المخ بتاعنا نزل طبعا، اي منكهات، لورا، حبهان، مستكه، اي حاجه عشان الزفاره بس بتاعتنا. مش هيتسلق خالص، بالعكس هياخد تكشيشه صغيره جدا، ونشيله عشان ما يتهريش. بعد كده هنعمل بقى العجه بتاعتنا. هتبقى عباره، هنجيب طاسه، هنحط عليها معلقه سمنه او زيت، معلقه زيت، سوري. هنحط على معلقه زيت بصلايه كده مبشوره. لو وصلت لحد هنا انزلي حطي اللايك بتاعك واعملي كومنت حلو كده عشان يفيد بالغير ان شاء الله. خلاص، احنا مش هنحمرها، احنا يا دوب هندبل البصلايه المبشوره مع بعض. بعد كده عندنا جزرايه. طبعا الجزرايه دي اللي هتخلي الطعم بتاع العجه حلوه قوي، وهتديلها طعم معسل كده. هنبشرها برضو وننزل بيها على البصلايه. بعد كده عندنا فصين توم، هننزل بيهم على البصلايه والجزرايه المبشورين، ونديها تقليبه مع بعض. عندنا طماطمية مكعبات، برضو نشوح برضو مع بعض. يبقى البصلاية نزلنا معلقة زيت، نزلنا معلقة بصلاية مبشورة، جزرية مبشورة، وطماطمية مكعبات، ونقلب برضو. عندنا هنا بقى ربع كوباية مية عشان ده الخضار ده كله يدمل مع بعض، يدوبك يدبل بس. هنا عندنا فلفلاية بقى، عندك فلفل رومي الوان حطي، مش عندك زي كده حطي فلفلاية خضراء. ولو عايزة تخليها سبايسي حطي فلفلاية برضو سبايسي. خلاص، هننزل بقى بالتوابل، الملح، فلفل اسود، وشويه كمون. طيب طبعا اي مطيبات عندك حطي، بس هي كده حلوه قوي. خلينا المخ على جنب لما طلعناه من على النار. طبعا هدي خالص، وبعد كده قطعناه شرايح عريضة. احنا خدنا نصه فقط وعنا النص التاني عشان نبقى نتبله مرة تانية. خدنا نصه وعملناه عريض كده شوية، وبعد كده هنسيبه على جنب لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا هنا عندنا 3 بيضات، هننزل عليهم بقى بشوية فلفل اسود وشوية ملح صغيرين، وبعد كده نحط عليهم، نحط من البيض. هنحط البيض على الخلطة اللي احنا عملناها بتاعة الزيت والبصل والطماطم والفلفل. هنحط ال3 بيضات عليها، وبعد كده هننزل بالكبدة بالمخ عليها برضو. بس واحنا بنقلب المخ يا جماعة بالراحة، عشان اصلا المخ واخد سلقة، واخد ربع سلقة، مش سلقة يعني، يا دوبك بتغلي غلوتين، وبالراحة كده عشان ما تتهريش معانا. ونحطها بقى في الطاجن بتاعنا البايركس اهو. هنحط بقى عليه دهنة زيت، طبعا في دهنة زيت في الأرضية، وهنحط الطاجن، هنحط الخليط كله. وهندخله الفرن، وبعد ما ندخله الفرن ان شاء الله بس هنسويه الاول، وبعد ما ندخله الفرن نوريها لكم.
وكده بقى لما طلعت، ويا رب تعجبكم يا حبيب قلبي، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.